اهلا بيكم حبايبي في وصفه جديده. النهارده هنعمل وصفه حلوه قوي، هنعمل فراخ مشويه وفي نفس الوقت هنطلع منها شوربه بطريقه بسيطه جدا، من غير تعقيدات، من غير تتبيله، من غير اي تعب. يلا بينا هنعملها مع بعض ونشوف هتطلع منتهى الجمال ازاي. اول حاجه هنحط حله على النار، هنحط فيها معلقتين كبار من السمنه، وممكن لو انت عايزه تستخدمي زبده حطي زبده، بس حطي عليها معلقه من الزيت عشان الزبده بتتحرق بسرعه. بعد كده هننزل الفرخه، هنشوحها على الناحيتين بس الشكل ده كده. وبعد كده هننزل بميه، والميه لازم تكون مغليه، ما ينفعش ميه من الحنفيه. هنحط ميه على لغايه ما تغطي الفرخه زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنزل بقى بطماطمايه كبيره، بصلايه، جزرتين او جزرايه كبيره، ورق لورا، حبهان ومستكة. كل الكلام ده هحطه، بس طبعا بعد ما اشيل الريم خالص من الشوربة. انا شلتها وبعد كده رجعت لكم تاني. بعد كده خلاص الفرخة استوت. هشيل بقى الفرخة من الشوربة وهحطها في الصينية او البايركس اللي هدخله الفرن، وابتدي ادهن الوش كله سمنة زي ما انتوا شايفين كده. لو انتوا حابين ما تدهنوهاش سمنة وتحطوا عليها صلصة براحتكم، بس انا بفضل احط سمنة، بتديها كده، بتتحمر وبتبقى شكلها كويس يعني. بس انا دهنتها كلها سمنة. وبعد كده رشيت رشة فلفل اسود ورشة من الملح، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180. طبعا هتاخد تحميرة، هي مستوية جاهزة، هتاخد تحميرة بالشكل ده. كده وصفتنا انتهت. عملنا فيها الفرخة بأبسط طريقة ممكن تعمليها، من غير تعقيدات ومن غير أي حاجة، وطلع بالشكل الجميل ده. وصفتنا انتهت. باي.